السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي وخواتاتي؟ واحد التعليق كان جاني واحد الاخ قال لي وكاين راه كيتابعوك حتى خوتك. مرحبا بكم اللي كيتابعني المهمات ديالي كلشي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي كيشوف هذا الفيديو نتمنى يكون بالصحه والسلامه ويعطيه ربي ما كيتمنى ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله معكم، نشارك معكم الطريقه ديال الرفيسه. كل واحد كيعرف يصاوب الرفيسه، ممكن شي مبتدئه ما كتعرفش، ممكن شي وحده تكون اختلاف في الرفيسه كتكون بشي حاجه بسيطه. مهم كل واحد كيدير طريقته، بغا نصايبها ونشاركها معكم. كنت شاركت معكم المسمن، دابا كنشارك معكم هاد النصيب ديال الرفيسه الطريقه ديالي. نتمنى تعجبكم، ولا كان شي اختلاف نتوما كديروا فيها شي حاجه خليوها ليا في التعاليق، ممكن انا نجربها مره اخرى. راك تبارك الله الطبخ راه بحر بحر ما كيسهليش. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك لنا ويبارك لكم في الصحة وطول العمر والصحيحة وفي الوليدات وفي الرزق إن شاء الله كل ما كتمنوا. هنا البنات عندي الدجاجة اللي مغسولة بالحامض والملحة، وكندير ليها أنا البنات السكينجبير، مهم مسقطرة ناشفة في الثلاجة مزيان. الدجاج من أحسن البنات يبات في الثلاجة عادة باش طيبو، باش كيجي حتى الصدر ديالو رطب، ما كيجيش مشرطه نقاصه حتى كتجرو وتيجر. الا كان جديد اللي كيكون هكاك مهم مغسول. البنات انا كنحك الثومه، درت واحد 4 فصوص ديال الثومه كنحكهم مع باش كندير واحد الكركوبه. بالنسبه للدجاجه وحده درت غير راس ديال الثومه صينه. المهم هنا نبدا على بركه الله. انا كنحضر وانا غنقول لكم المقادير. درت 4 فصوص ديال الثومه كبار ولا 3 يكونوا كبار. دروا البزار، واحد معلقه صغيره ديال البزار. السكينجبير راه كيبغي يكون بكثره، يعني ديروا واحد معلقه كبيره، انا تنعبر هنا بالصغيره. ديروا معلقه كبيره ديال السكينجبير اولا الزنجبيل. الخرقوم بلدي حتى هو معلقه تكون كبيره ديال الخرقوم بلدي اللي كيكون مدقوق على اليد، ولا هكا مطحون عند العطار جديد ماشي ديال العبار، ما يكونش قديم. هنا البنات عندي المروزيه اللي كنديروا في العيد الكبير اللي كناخذوها مدقوقه، هذيك باقا عندي انا كنطيب بها بزاف. وهنايا البنات المساخن درت واحد معلقه صغيره. اللي ما بغاش يدير مساخن في هذه المرحله ما يديرش، ولكن كيجيو زوينين البنات، راها كميه قليله. هنا غندير السمن اللي ضروري منه واحد نص معلقه صغيره. حتى الاخر من نبغي نسقي غنزيد ثاني واحد راس معلقه باش ما يجيش مجهد وغالب. رفيسه بلا سمن راه كاين اللي ما يقولك ما كنبغيش رفيسه فيها السمن، ولكن راه ما كيبانش نهائيا. انا ما يمكنش طيب الرفيسه المغربيه وما يكونش فيها السمن. هنا درت 2 ضامات ديال الزعفران، ممكن تزيدوا حتى الزعفران الشعر اللي عندكم تزيدوه. وغندير حتى الخرقوم ملون راه هو كيبان لكم، اللي بغى يستغنى عليه يستغنى، ولكن تيعطي اللون وكيعطي حتى اللون في الدجاج باش كيتحمروا في الرفيسه. اللي ما بغاش يديرو ممكن يكتفي غير بضامه الزعفران وزعفر الله يجعل شي بركه. الملح درت على حسب القياس ديال الملح نديرو. ملي كتدقوا في البلور راكم كتشوفوا شنو خاصو. هذه هي العطريه اللي عندنا. غادا ندير واحد نص كاس ديال الماء، ما درتوش كامل، باغا باش تجيني هاد الشرموله ثقيله باش تلصق ليا في الدجاج. الا خففتو الماء بزاف تتجي داك الطبقه ما شاداش ديال العطريه. ما كنديرش دابا البنات الزيت نهائيا، حتى نبدا نقليه ونرويه عاده باش البنات كندير الزيت باش كيجي الدجاج مشرب. وهنا كندخل الموس كامل، هذا نثقب الصدر من الوسط ديالو باش كيدخل ليا الموس حتى الحد ديالو. شتو كندور باش هنايا البنات، وكنثقب الدجاجه غير شويه بحال هكا من الفوق باش العطريه غندخلها في داك التقبيط ديال الصدر من الفوق. كيجي الصدر ملي كتاكلي تجبدي الصدر الوسط ديالو كتلقي هكاك العطريه، كيجي منسم من الداخل ما كيجيش ابيض كامل. نتمنى الفكره تكون واضحه، وراه كلشي واضح في الفيديو. هنا البنات كتجي ثقيله مزيان بحال هكا، كنبغيها كتكون خاتره وثقيله. دابا غادا نشرمل الدجاجه ديالي مزيان مزيان، ندخل لها العطريه في الفخاض، في داك الجناب اللي تقبت من الفوق، في الظهر ديالها بين الجلده واللحم. مهم شرملوها مزيان البنات. ولا كنتو غديروا هنا رفيقه مع 8 الصباح. الا كنتو غادا ديروها البنات في الغدا من الاحسن شرملوها بحال الوقيته وخليوها حتى لداك 10 وردوها، يعني ساعتين ولا ساعه المكانه راه كافيه تشرب يعطيو حقو الدجاج. حنا اللي كنصبوا الدجاج بحال دابا انسان كينوض مع الفجر يشرملو، الا كانت عنده هكا شي عراضه مع داك الجوج راكم عارفين
الا كان تاني بنادم غادي زربان يدير بحالي انا فيقوا الصباح بكري، كتكونوا موجدين كلشي بالليل، ولا بغيتو تشرملوها بالليل وتخليوها هكا في السوبر وديروها في الثلاجه كان احسن. ما كانش عندكم ديروا بحالي درت انا في الصباح بكري، فقت باقين ولادي ناعسين. داك الساعه اللي كانت هاد العطله اللي جات من الجمعه والسبت والحد راه درتها ليهم بالسبت. ونشوف راه كنت غادا ننزل لكم الفيديو بالاثنين، ولكن قلت نزلت لكم الفيديو ديال الروتين ديال اللي حطيت لكم. قلت مواعدت البنات ندير لكم جوله في السيجور صالون اخر عندي، يعني هذا غادي يبقى من وراء الجوله ان شاء الله اللي غتشوفوا ديال ان شاء الله ديال الصالون الاخر باذن الله. المهم هنا شرملتها مزيان، خدات حقها في العطريه مزيان مزيان، شرملوها وجمعوا ليها رجليها بالخيط مزيان باش ما تحلش لكم، بداو تحمروها صافي البنات ونخليوها حتى ترتاح. وغنكمل معكم الطريقه ديال نصيب الرفيسه. ما تنساونيش البنات من التعاليق الزوينه ديالكم، وبغيت نشكر كل واحد كيخلي ليا تعليق له خطيه الله يسهل عليه، وكل واحد كيبارطاجي باش القناه كتزاد. الحمد لله كيدخلوا لي زابوني، والحمد لله كتشاف الفيديوهات، اللهم لك الحمد. يعني كيقول لك اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع، اللهم لك الحمد. بشويه بشويه انسان حتى حاجه ما كتجي في مره الا الموت اللي كتجي بالسرب. يعني انسان حنا الحمد لله انسان يكون صبور، والله كيحب الانسان الصبور. ربي اللي كيكون صابر وكيصبر كيتسنى، ما يبغيش كلشي عنده الزربه، باغي يطلع بالزربه، باغي كلشي عنده. لا، اي حاجه كتجي باجل ديالها. وكنتمنى ربي ييسر ان شاء الله في هذه القناه، الله يسهل لي فيها الخير. دائما كنقول ما فيها الخير الله يسهل عليها، يسهل فيها. ما فيهاش الخير الله يبعد. هذا الشيء اللي كنقوله. صافي البنات انا غنهبط داك الشرموله شفتو، وهاد الطبسيل وهاد البانيو راني غنشلو بالماء مزيان، راه ماشي هاد شويه زدت ثاني الماء باش هو باش كديروه شويه في الكاميله باش ما كتحرقش لكم العطريه. يعني حتى حاجه ما غتضيع. غنغسل هاد البانيو في الطبسيل بشويه الماء اخر، وغادا نروي بيه صافي، وغنغطيها ونخليها البنات كما قلت لكم ساعتين، ونعاود ان شاء الله نتلاقى معكم. انا رجعت لكم البنات هنايا، درت واحد جوج بصلات مشلضين فرموهم رقاق البنات باش كتجيكم لاصوص خاتره. فرموا بصله جوج يكونوا متوسطين ولا وحده كبيره. هنا البنات كما وريتكم هذاك راه الفول والعدس والحلبه اللي شديتهم حتى هما، نقيتهم وغسلتهم حطيتهم تسقطروا حطيتهم. والبصله درتها البنات في هاد الدجاجه اللي فيها 2 كيلو ونص، درت كيلو ديال البصله مشنف عاد باش دوك الجوجات اللي شلطت، يعني باش كتجي البصله غالبه. هنا درت شو كيتقلى، ودرت هذاك الربيطه ديال الربيع وكنبدا نقلي فيه وكنبدا نثقبو بالفرشط باش داك الماء وهذاك الدم تيطلع، ونقلبو ونعطيو حقه في الطياب. والدجاجه البنات راه دغيا تيطيب. هاد الدجاج الرومي راه بالزربه ماشي بحال الكروازي. الا كان عندكم الكروازي ولا البلدي راه خصو الكوكوط ماشي في الكاميله. انا درتو في هاد الكاميله. كنتو دايرين الرومي راه بالزربه، يعني 20 دقيقه راه الدجاجه طابت، غتحيدوها وتكملوا البصله وطيب الشيء الاخر. بغيتو البنات ديروا العدس والفول كلشي في مره واحده في كوكوط واحده. في هذه المرحله هذه كديروا العدس والفول والحلبه. عرفتي علاش البنات الفول كنديروا؟ كاين اللي غايقول او الفول البنات كنديروا واحد 2 معالق كبار ديال الفول، يعني نقولوا نص كاس ديال الفول البنات كيختصر المرقه، راه كيذوب ما كيبانش، كيختصر لينا لاصوص ديال الرفيسه. ومن غدا نطيبو راه غتشوفوا تبارك الله الختوريه ديال لاصوص غادي يبان لكم هكا في الفيديو غنبينو. هنا غنروي بالماء طيب البنات، درت 2 يطرو ديال الماء طيب يكون. يلا طفيتو عليه، غنغطي عليه وغادا نخليه حتى تطلع فيه الغليه. عاده باش غندير انا البنات كوكوط درت فيها العدس والفول والحلبه، ها هي اللي منقين مزيان ومغسولين. الحلبه 1 معلقه كبيره بلديه، انا عندي داك البلديه تكون عندكم منقيوها. الفول كما قلت لكم شي نص كاس. العدس درت 4 ديال العدس. هادشي اللي كاين البنات عطيتكم بالعبار. بالنسبه للبنات المبتدئات هنا درت هذاك الراس ديال الثومه اللي صين، عادي تشلو مزيان يكون فيه شي بخوشات ولا حاجه ما كتكون حتى حاجه. وهنا دابا عادي باش غادا نضيف البنات الزيت، انا كندير الزيت البلديه فقط.
في الرفيسه ما كنديرش الروميه، والحمد لله ما كدير لك حرقه، ما كضرك ما حتى شي حاجه. والسمن كيكون طايب بالقمح والفورص. هنا دابا البنات مني غلات غناخذ مغرفه وغادي نروي باش يطيب ليا القياس اللي غيطيب فيه هاد العدس والفول والحلو. بغيتو البنات تضيفوهم مره واحده، راه كنديرها بعض المرات ضيفوهم مره واحده مع بعضياتهم يطيب كلشي في دقه واحده. هذه الرفيسه البلديه. اما الرفيسه البريستيج راه كيطيبوا العدس بوحدو في كاسرونه ولا في، والحلبه كيعزلوها حتى هي في كاسرونه بوحدها، كيبداو يديروها هكا نفس الطريقه الروا وتيخليوهم يطيبوا. انا سهلت عليكم رفيسه بلديه هكا. هنا البنات اللي جاكم الماء قليل في الفوكوط في الكميله ديال الدجاج، عاودوا زيدوا الماء طايب، ما عمركم تزيدوا البارد. هنا العدس البنات راه طاب والفول طاب والدجاجه حتى هي طابت، راني هزيتها حيدتها ها هي. غادا ندهنها غير بشويه السمن، غير شويه ولا شويه زيت العود، وديروها في الفران تحمر. ومن تحمر البنات ملاحظه ضروري تغطيوها بالميكه وهي سخونه وتعاودوها بزيت باش ما يقصحش لكم الدجاج. هنا البنات شنو درت؟ داك العدس والفول صفيته، شوفوا لاصوص كي كتجي خاتره وبنينه. ما شهيتكم اللي شهيتو يسمح ليا والله. واللي محمد الله تكتبها ليا ولا كانت حدايا في كازانا في الولفه والله تنصيبها لها في سبيل الله. هنا البنات المسمن درتو حسن من داك اللي صورت معاكم الصراحه، جا هذا واعر قطعته البلدي. راجلي قال لي عافاك قطعيش لينا، ما كيبغيش ديال المقص سبحان الله، كيبغي المسمن بلدي ديالنا قطعناه باليد. قطعته هكا فركته بيديا صافي. البنات واحد الملاحظه البنات، مسمن انا ملي كنحمر الدجاج البنات كنشد اللاطه، راه تشوفوني ما كنفوروش، ديروا في الفران وجربوه وقولوا لي كيجي مقرمش وكيجي كيتشرب البلول. هنا غنبدا نسقي، ما كنديرش البنات الطبقه الاولى شويه وكنسقي ونعاود نزيد طبقه اخرى باش كيجي داك المسمن شارب لاصوص وشارب البلول مزيان. ما ديروش تعمروا القصريه وتبداو تسقيو راه غيتسقى الفوق والتحت غيبقى ناشف. سقيو بالطبقه هكا غادي يجي كله مسقي وغادي يجي زوين. جات واحد القصريه ما نقولش لكم، جات يا سلام والله العظيم الا جات زوينه. درتها انا وراجلي وجات عنده السيت حضرت معنا الغدا، جات واحد القصريه ما نقولش لكم انا ووليداتي. وحمرت الدجاجه حمرتها مزيان، هذاك شويه الجلده اللي شويه لصقت ليا في داك الهذاك من بعد حيدتها قلقتني ماما محروقه ما والو جات محمره. حطيت داك الثومه تما، درت البصله، درت داك الحلبه والعدس حتى هي فرشتهم تما. وزوقوا باش ما عندكم بشويه اللوز، زوقوا بشويه البيض مسلوق مملي عندك في الدار. انا كان عندي شويه تمر حطيته واحد شويه اللوز حتى هو قليته غير شويه في كاسرونه بواحد 4 المعالق ديال الزيت قليتهم فيهم وحطيته، المهم باش تجي قصريه زوينه. وحمرت معاه برد ديال اتاي. احسن حاجه البنات الرفيسه تشربوها مع اتاي ماشي مع المناضه، يعني لا بغيتو تاخذوا الفائده تشمروا كويساتي بالزعتر ولا بالنعناع ولا غير بوحدو حبوب كتجي يا سلام. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، ولا كان عجبكم بارطاجيوه مع حبابكم وصحابكم. نتلاقى معكم في فيديو جاي ان شاء الله. كنموت عليكم، سلامه.